شلون تستعد للامتحانات مال نهاية السنة بطريقة صحيحة بحيث تطب للامتحان تاكل الأسئلة أكل. تعالوا وياي. أول شيء الخوف شيله من بالك، لأن المسألة مو حياة أو موت، وإنما هي مجرد امتحان تروح تاخذ الدرجة الكاملة وترجع للبيت. ثاني شيء النوم، مال تقرأ للفجر وتروح للامتحان نايم، هاي طلعها الفكرة من رأسك. ليش؟ لأن لابد إنه بنص الامتحان تنسى لك شيء، لأن أنت مو بكامل تركيزك. ثالثا اتعلم من الامتحانات السابقة، يعني أنت امتحنت شهر أول وشهر ثاني ونص السنة وشهر ثالث ورابع، وصارت عندك خبرة وتجربة شلون تجاوب الأسئلة وتعلم من أخطائك. أهم شيء. رابعا لا تؤوف شيء وما تقرأ وتقول هذا ما يجي، لأن هو هذا راح يجيك أول سؤال، والله صدقني. فاقرأ كل الأشياء اللي تقدر عليها. خامسا المراجعة مهمة، بس بالمعقول. ما توقف بباب قاعة الامتحان قبل الامتحان 5 دقائق وتريد تحفظ، هذا الشيء مو صحيح. فاترك المراجعة قبل الامتحان. وبس هاي، لا تنسون تتابعوني وانضموا على قناة تيم ساتشاتشا بالتليجرام، وهواي نصايح راح انزلها لكم لامتحانات نهاية السنة لكل الصفوف، وان شاء الله كل التوفيق.